انتقاص الناس لك. لابد في شخص معين عم ينتقصك وعم يقلل من قيمتك. هذا الشخص اخذ دور الحكم عليك، مفكر حاله بذا فويس او Arab Got Talent، وايش ما بشوف عليك بينتقص من قدرك. يا اخي بلا لك هالقصة، بلا لك هالموضوع. تجربتك مع هذا الشخص خليتك تنظر للناس كلها بنفس النظرة، فلما تمشي بالشارع وجود شخص ما بيعرفك ربما عم يفكر بموضوع آخر، ولكن تنظر له بنظرة معينة، بتفكر انه هو عم يزورك، فبتفكر انه هذا شاف فيني شيء غلط. لا ما شاف فيك شيء غلط، بجوز ما منتبه لك، بجوز عم فكر بشيء آخر. وحتى لو شاف فيك شيء غلط، بعض الناس يتغذون على نقائص الناس، بدوروا على أي عيب فيهم مشان ينتقصون. إذا كان الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام مهدئا من روعه: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت. هاي برسالة الإسلام، أنت مانك قادر تخلي الناس كلها تنبسط لما تشوفك. في ناس هيك، أخي ما بدي آمن بالله، أنا ما بدي آمن بالله، أنا هيك خيو بدي أدور عن نقائص. نظرة هذا الشخص إليك لا تعني أن كل الناس تنظر إليك بنفس النظرة، لا أبدا. فلذلك لا تجعل هذا الشخص حكما على حياتك. ما عندك مرجعية معينة، ما عندك أحباب بتسألهم إذا اللي عم تعمله صح ولا غلط، فخلص أنا عندي مرجعيتي، عندي ناس بعرفهم أهل ثقة، إذا سألتهم يصدقونني وبيدلوني على الصواب، خلص ما إلي بهذا الشخص. الله تعالى يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثالثا والأهم، تخلص من تأجيل حل مشاكلك. في عندك مشاكل رب العالمين كلفك فيها، لما كلفك فيها كانت هالقدة، لكن كل مرة عم تأجل فيها هالمشكلة تضخم وهم هذه المشكلة في عقلك. في عندك موعد مع شخص معين، انت وعدته بيوم كذا بساعة كذا، أجلته المرة الأولى صرت بدك تعتذر له، أجلته مرة تانية صرت تفكر بحالك انه أنا عم أوعد وأخلف. لذلك واجه هذا الشخص واعتذر له وواعده وخلص انتهت. عندك معاملة ما بدك تعملها، اعملها هلأ، لأنه صرت تفكر فيها، تفكيرك الزائد فيها جعل وهمة أكبر منها بكتير. بدك تعمل أي عمل، خلص صلي ركعتين استخارة وادعو الله تعالى، وإلى ما مال قلبك فافعل. فإذا كان هذا الأمر خطأ فتصحح هذا الخطأ، وإذا كان صوابا فخلص انت قويت قلبك ورب العالمين فتح عليك. ويا محلى فتح رب العالمين، ما أنت قلت: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ما حطيت أحمالك على باب الله، خلاص من شو خايف؟ ولما تحل مشكلتك رح تلاقي إنه مشكلتك هالقد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث رائع: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض